مساء الخيرات. ان شاء الله تكونوا بخير. ربنا يكتب لنا ويكتب لكم السلامه ان شاء الله. السنه دي والسنه اللي فاتت وطول الفتره اللي فاتت كلها بدعي لفلسطين، ربنا يحفظهم ويفك عنهم يا رب اللي هما فيه. دلوقتي قناه الجزيره فاتحه 12 شاشه، مش عارف ادعي لمين ولا لمين. ربنا يعني يحفظ بلاد العرب كلها يا رب العالمين، ويحفظ الشعوب العربيه كلها ان شاء الله يا رب العالمين، ويجنبنا الظالمين ويخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ان محدش يشتري عقار. الدنيا واقفه والذهب معرفش بيحصل له ايه والعمله ايه وفي شباب بشوفهم الصراحه، هو ده سبب الفيديو ده. انا مش عايز اعمل فيديوهات صراحه، لان انا ما بحاولش اعمل فيديوهات الا لما يكون او فيديو لما يكون في حاجه تستدعي، ولكن في حاجات مش عايز اكون مسف يعني، ولكن في حاجات بتستفزني شويه، فانا لازم افكر فيها مع حضراتكم. يمكن انا اللي غلط، فحد من حضراتكم يقول لي كلمه تصحح مفهوم يعني. فبشوف فيديوهات لزملاء بيشتغلوا في نفس الشغلانه بتاعتنا دي، كل واحد طبعا عنده رايه وكل واحد عنده فكره. بشوف ناس محسساني ان القيامه بكره، اوعى وخلاص والدنيا وخلاص ما حدش يشتري وفلوسك وراحت في داهيه وخلاص خلاص نايزك بكره هيجي يطبق الكوكب على اللي فيه. وفي ناس تانية مش معانا بقى في الكوكب، معرفش لابس ايه وعامل ايه وعامل لي قصه الخرتيت وماشي، ولو معاك 300 مليون جنيه تعالى اقول لك اعمل ايه، ولو معاك 50 جنيه تعالى اقول لك اعمل ايه، الحق الفرصه معرفش فين، والحق معرفش ايه، والحق إيه. لا، مش كده ولا كده. لا انا هقول لك الحق بكره اشتري العقار اللي هيطير من ايدك، ولا الحق والنبي خد عيالك واستخبى في الملجأ عشان القيامه هتقوم. فالموضوع محتاج يتحسب بطريقه اسهل من كده، اللي هي ايه؟ انا محتاج العقار ده ولا لا؟ طيب اللي انا هشتريه ده فرصه ولا لا؟ مش عايزين نغفل، اتكلم بالراحه، مش عايزين نغفل ان الكاش مهم جدا الفتره دي. مهم جدا يكون معاك سيوله جدا، لان احنا فعلا في حته ضبابيه كده، والدنيا كلها واقفه على خط كده، مش عارفين الله اعلم هيحصل ايه. فمحتاجين يكون معاك كاش. طب انا دلوقتي واحد معايا كاش زياده وعايز اشتري عقار، اشتري يا سيدي، ما حدش يقول لك لا ابدا. انا هفرح لو جيت قلت لي احمد انا عايز اشتري برجين، هقول لك يا باشا ده حاجه تشرفني. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك بالعقل، معاك كاش زياده او بايع حاجه وعايز تشتري حاجه، توكل على الله. ولكن ما تنساش الكاش، اوعى تغفل ان انت يكون معاك سيوله، لان السيوله الفتره دي هتبقى يعني زي الميه كده، ما تقدرش تستغنى عنها ابدا. اوعى تعمل كده وتخرج كل اللي معاك عشان دي فرصه العمر اللي مش هتيجي. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، في فرص ان شاء الله هتيجي مره واثنين وثلاثه وعشرة. اللي انا اوصيك بيه، اوعى تغامر دلوقتي مع حد جديد مش هيعرف يتصرف لو الدنيا اتقلبت. ودي كلمه انا بقولها بقالي سنتين واكتر، ودلوقتي هحط تحتها 900 خط. اوعى تغامر اليومين دول مع حد مش هيعرف يتصرف لو الدنيا لا قدر الله حصل مشكله. يعني الكلام بتاع الحكومه والاجراءات اللي حاصله والحاجات دي تقول لك ان احنا لازم ناخد بالنا. يا عم المواطن خد بالك، مش بقول لك برضو اقفلها واجري وحط صباره في رقبتك وخلاص خلص الموضوع على كده، لا، خد بالك، خليك حذر. خلاص عندك فرصه وشايف حاجه تشتريها او انت لازم تشتري، عامل ايه؟ لازم اشتري يا جماعه. واحد هيتجوز، واحد بينقل بيته، واحد عنده فرصه حلوه، اعمل كده. ولكن ما تنساش الكاش. انا عمال اعيد الكلام معلش، ده مهم جدا. ما تنساش الكاش، واوعى تحط فلوسك مع حد لسه بيبدأ في الشغلانه جديد، او المشروع سمعته مش حلوه، او الشركه سمعتها مش حلوه، لمجرد انك سمعت ان ده عرض حلو. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك. خليك وسطي، فلوسك معاك، اظبط الموضوع، محتاجها ولا مش محتاجها، اقدر بعد كده ان شاء الله تقيس اللي انت عايزه. دي كلمتين بسرعه كده، اتمنى من ربنا يكون واضح اللي انا عايز اوصله لحضرتك فيها.
وان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله اتمنى من ربنا الفيديو الجاي اللي اتكلم معاكم فيه نكون قاعدين على البحر في الساحل بقى اليومين الجايين دول بتوع الصيف الحلوين دول، نكون قاعدين كده على البحر وكلنا فرحانين ومش قلقانين على حد من اخواتنا اللي بره، ولا قلقانين على بلد من جيراننا، ولا قلقانين على اي حاجه. ان شاء الله اشوفكم على خير، وربنا يكرمكم ويرزقكم حسن الاختيار ان شاء الله.